تخيل معايا أن شرايين جسمك زي شبكة طرق سريعة بتمر فيها عربيات صغيرة محملة بالبضائع الحيوية. طيب يا سيدي، العربيات دي هي جزيئات الكوليسترول اللي بتجري في دمك عشان توصل مواد مهمة لكل خلايا جسدك. الكوليسترول عبارة عن إيه؟ عبارة عن مادة شمعية أساسية لبناء جدران الخلايا وتصنيع هرمونات ضرورية. يعني مش عدو مطلق، ده لاعب أساسي في جسمنا. لكن زي إيه؟ زي أي حاجة زيادة عن الحد ممكن تقلب بالضرر. لو كمية الكوليسترول عليت في الدم بتبدأ الدهون الزيادة تترسب على جدران الأوعية الدموية زي تراب بيقفل طرق سريعة بالتدريج. الترسبات دي اللي هي اللويحات بتضيق مع الشرايين وبتعرقل مرور الدم فيها. ساعتها بنتكلم عن انسداد في المواسير دي بالمعنى البسيط اللي هي بتاعة الجسم، الخطر اللي ممكن يسبب جلطات، أزمات قلبية أو سكتات دماغية لو ملحقناش نفسنا في الوقت المناسب. طيب تعالى نفهم يعني ايه كوليسترول وايه انواعه. كوليسترول زي ما قلنا ده مادة دهنية مهمة بيصنعها الكبد بشكل أساسي، وكمان بناخد شوية منها من الأكل الحيواني زي اللحوم والحاجات اللي هي بتبقى فيها الكوليسترول بمستويات معينة. فعندنا منه نوعين أساسيين مشهورين. واحد الناس بتسميه الكوليسترول الضار ال LDL، والتاني الكوليسترول النافع ال HDL. فال LDL ده بنسميه ضار لأنه ببساطة زي عربيات النقل التقيلة اللي ممكن تفرغ حمولتها على جوانب الطريق، فبيترسب على جدران الشرايين ويخليها ناشفة وضيقة. إنما ال HDL هو زي الولد الشاطر اللي بينظف وراهم، بيجمع الزيادة من الكوليسترول وبيرجعها للكبد عشان جسمنا يتخلص منها بشكل صحيح. كمان في الدهون الثلاثية، ودي اللي هي زي مخزن الطاقة الفائضة في جسمك. ارتفاعها مع ال LDL العالي بيكون خلطة خطيرة جدا، بتكون دهون في الشرايين. فما فيش شك ان التوازن بين التلاتة دول سر من اسرار الصحة القلبية، لكن اي اخلال في الميزان ده بيزود خطر الامراض. فمشكلة ارتفاع الكوليسترول مشكلة انها صامتة، بتمشي كده على واحدة واحدة وبتيجي ضخامتها بتظهر مرة واحدة، فبتكون مشكلة صامتة غالبا ملهاش أعراض واضحة، وممكن الواحد يكتشفه بالصدفة مع تحليل الدم. إنما جوه جسمك بيبقى زي قنبلة موقوتة، ترسبات لزجة بتتراكم سنة ورا سنة جوه الشرايين لحد ما تعمل أزمة مفاجئة. طب لو حبينا نفسر الموضوع ده بشكل علمي بحت، بيقول لنا إن سبب ارتفاع الكوليسترول مزيج من عوامل كتيرة. في جزء منها وراثي، وجزء كبير بسبب أسلوب حياتنا. الأكل اللي مليان دهون مشبعة وزيوت مهدرجة زي الوجبات السريعة والأطعمة المقلية وحدث ولا حرج بيرفع معايا ال LDL جدا. قلة الحركة والرياضة، وده عادة ناس كتيرة للأسف في يومها، بتخلي جسمك مش عارف يحرق الدهون الزيادة، فبتعلى نسبة الكوليسترول الضار وبتنخفض النسبة النافعة. كمان لو انت بتدخن هتعور جدران الأوعية الدموية وتخليها أكثر عرضة لتراكم الدهون. كمان السمنة عامل مهم لأنها بترفع الدهون الثلاثية وبتعمل عبء على الكبد. وما ننساش التوتر والإجهاد المزمن ممكن يساهموا برضو بشكل غير مباشر. فإحنا لو حبينا نفكر إزاي نعدل ارتفاع الكوليسترول فبيكون على محورين. محور تغيير نمط الحياة والأدوية، وتلاقي الدكتور أول حاجة بيقولك عليها كل أكل صحي، قلل الدهون الحيوانية والزيوت المهدرجة، كتر من الفواكه والخضار والألياف، وانزل امشي أو اعمل رياضة على الأقل 3 مرات في الأسبوع. لو الخطوات دي ما جابتش نتيجة كافية وكان الكوليسترول لسه عنيد، فبيجي دور الأدوية اللي بيوصفها لك الطبيب. صحيح الأدوية دي فعالة وبتنقذ أرواح وطبعا لازم استشارة الطبيب، لكن احنا محتاجين اللي احنا ندور برضو على حلول تانية مساعدة تكميلية جانب حلول الأدوية عشان نوازن ويكون الأمور أحسن حاجة. زي ما احنا بنقول زمان قبل التحاليل والمعامل كان عندهم شوية نظريات قديمة كده جميلة تكاملية بتقول إن جسم الإنسان فيه 4 سوائل أساسية من الأخلاط اللي هي الدم والبلغم والصفراء والسوداء. كل خلط من دول ليه طبيعة معينة من المزاج، يعني مزاج حار بارد رطب يابس. فصحة الإنسان بتعتمد على التوازن ده مفيش شك.
فكلمة كوليسترول دي مش موجودة طبعا في المصطلح القديم، بس كانوا مفهومها في انصباب مفهوم الشحم والدهون اللي بتتراكم داخل الجسم. فالأطباء زمان صنفوا السمنة المفرطة وزيادة الدهون في الدم تحت مسمى واحد سموه سمن مفرط. وأيضا كانوا بيستخدموا مصطلح آخر هو فساد الدم بالدهون. كانوا شايفين المشكلة دي بتحصل لما يحصل برودة في الكبد وضعف في الهضم. الكبد عندهم هو ده مصنع في الدم والأخلاط، فلما يكون بارد ومش شغال بكفاءة بيصنع معاه سوء للهضم والغذاء، وبتتكون معاه مواد لزجة وضارة في الدم. معنى تاني الأكل مش بيتهضم بشكل كويس، فبيتكون مادة مخاطية باردة زيادة في الجسم، وتكون المادة دي فاسدة ومش مرغوبة. فالبلغم ده في ميزان الأخلاط هو خلط بارد رطب اللي لما بيزيد عن حده بيسبب خمول وبدانة وتراكم في الشحوم. فكان تفسيرهم إن ارتفاع الكوليسترول بيساوي زيادة خلط البلغم في الدم بسبب ركود في الكبد والهضم. النتيجة قالك إن الدهون الزيادة دي بتحب تترسب خصوصا في الأعضاء الباردة زي الأوعية الدموية، لأن الدم رطب وفيه حرارة. فالأوعية الدموية البعيدة عن القلب لما بتترسب فيها الدهون بشكل كبير، فاحنا بنقول هنا ان في انسداد للشرايين زي في انسداد لماسورة. فبرضو الطب القديم كان فاهم ان الشحم او الدهن لما بيزيد ويتراكم على جدران الاعضاء بيسد المسارات الطبيعية للدم. فاطباء زمان كانوا سابقين عصرهم في الربط بين السمنة وامراض القلب. حذروا ان تراكم الدهون او البلغم ممكن يعمل ذبحة صدرية وخفقان للقلب وانسداد للشرايين، حتى لو بأسماء مختلفة زي وجع القلب أو النوبة المفاجئة. فكان عندهم طريقة طريفة كده للتصنيف. كانوا بيعتبروا إن الشخص اللي عنده سمنة وكوليسترول عالي ده مزاجه بارد رطب زيادة عن اللزوم، يعني جسمه فيه برودة وسوائل أكتر من اللازم. العلاج بالتالي كان بيركز على الحاجات اللي بتعكس البرودة دي، بيسخنوا جسمه وبيحرقوا البلغم أو بيجففوه وبيشفطوا الدهن بطريقتهم الخاصة. هنشوف الكلام ده بعد شوية إزاي كانوا بيعملوا الكلام ده. طيب لو بصينا على حضارة الصين القديمة كان عندهم مفهوم قريب شوية من الكلام اللي احنا بنقوله ده. الطب الصيني بيقولك إن الجسم فيه طاقة اللي هي كي أو تشي بتجري في المسارات، وصحتك كمان طول ما الطاقة دي متوازنة وماشية بسلاسة انت كده تمام التمام. لما الشخص ياكل أكل تقيل ودسم وما تحركش كفاية وبيحصل اللي بيسموه ركود في البلغم والرطوبة، فكان عندهم مصطلح برضو البلغم والرطوبة مشابه لفكرة الطب القديم أو الطب العربي. بيعتقدوا إن أساس المشكلة دي بتبدأ من ضعف في وظيفة الطحال. في الطب الصيني الطحال مسؤول عن حركيات الهضم وتحويل الأكل لطاقة ودم مع طاقة الكبد. فبيقول لما الطحال بيضعف بيسبب ان هو فيه اكل غير صحي وارهاق، فبيساهم ان هو بعدم الهضمية بشكل كويس، فبتتكون رطوبة وبلغم في الجسم بتترسب في الاوعية. البلغم هنا مش البلغم بتاع الزور بس، ده مفهوم اشمل لاي مادة دسمة او لزجة في الجسم زي الدهون اللي في الدم. ومع الوقت البلغم ده بيعمل انسدادات في مجرى الطاقة والدم وبيمنع الدورة الدموية توصل بشكل كويس، زي فكرة اللويحات اللي هي بتسد الشرايين بدره. فكان الطب الصيني كمان بيضيف مفهوم ركود الدم، يعني الدم مش بيوصل بشكل سلس للأطراف والأعضاء عموما، فده بيزود المشكلة لأن مفيش دم كفاية بيوصل للغذاء وبيشيل الفضلات. فساعتها بقى يجيلك أعراض زي تنميل في الأطراف أو إرهاق. فكان الطب الصيني والطب العربي متفقين تماما إن الكوليسترول العالي سببه ضعف في الهضم وسببه مشكلة في تمثيل الغذاء وتراكم مادة لزجة اللي هي البلغم والدهون بتسد مجاري الجسم بسبب أسلوب حياة مليان أكل تقيل وخمول. ودي نظرة جميلة بصراحة، لأنهم بالحدث كده أو بالفطرة وصلوا لحاجة قريبة من اللي احنا بنتكلم فيه حاليا، اللي هو التفسير العلمي الحديث اللي بيقول الأكل الغلط
وقلة النشاط بيعملوا المشكلة دي. طب تعالوا نشوف بقى ازاي نحل المشكلة دي بأسلوب جميل وبحاجات مبسطة جدا قد تفيد الجميع أو قد تفيد البعض، ممكن نستفيد منها النهاردة العلم الحديث موفر حاجات كتيرة بتتكلم على الحاجات الخاصة بالكوليسترول، بس زي ما قلنا ان هو في بعض الحاجات ممكن ناخدها بأمر تكميلي زي الحميات الغذائية المناسبة اللي احنا بنستخدمها في يومنا وترحبنا بشكل مبسط جدا. أول وأهم خطوة اللي احنا نتفق على حاجة معينة، نتفق ان تصليح الأكل بيصلح كتير. يعني هتصلح أكلك هتتصلح الدنيا كلها، هتقلل الدهون الحيوانية والزبدة والسمن الصناعي وتكتر من الألياف الموجودة زي الشوفان، زي البقوليات اللي فيها ألياف، زي الفاكهة الحمضية والتفاح. الألياف دي بتشبك بالكوليسترول في الأمعاء وبتمنع امتصاصه. الطب الصيني بينصحوا بتناول أكلات خفيفة بتدعم الطحال والهضم زي الخضار المسلوق والشربات بدل المقليات، ومثلا الفواكه زي التفاح والعنب والموالح الغنية بالبكتين اللي بيساعد انه يخفض الكوليسترول، وتقلل السكر والدقيق الأبيض لو انت عرفت تمنعه يبقى زي الفل، عشان دول بيضعفوا الطحال في ميزان الطب الصيني، وهم كمان بيزودوا مشكلة الدهون الثلاثية. كمان انت محتاج ايه يا بطل؟ محتاج نشاط بدني. حتى لو مش بتحب الجيم امشي على الاقل كل يوم نص ساعة. الرياضة بترفع الكوليسترول النافع اللي هو ال HDL، وبتحسن الدورة الدموية وبتحسن الوزن الزايد معاك. والطب الصيني الحركة مهمة عشان الكي او التشي اللي هي الطاقة ما تركضش في الجسم. وكمان بننصح بالحمام يكون دافي على اساس التدليك والحركة بتحرك معايا الاخلاط الراكدة. فاحنا بعضه في امور لازم ناخد بيها في الحسبان، ان احنا نستخدم اعشاب حارة وجافة عشان نكسر البرودة والبلغم. مثلا الثوم واحد من اشهر العلاجات الشعبية لدهون الدم. اجدادنا كانوا يمكن مش عارفين النسبة، بس دلوقتي الدراسات الحديثة بتقول ان نص فص الى فص من الثوم في اليوم ممكن يخفض الكوليسترول بحوالي 10% خلال اسابيع. ليه؟ لأن الثوم بيحتوي على مادة الألايسين اللي بتقلل تصنيع الكوليسترول في الكبد. كمان الثوم بيساعد في توسعة الشرايين شوية وبيقلل ضغط الدم كمان، يعني الفايدة على فايدتين. في حاجة تاني جميلة هي الحبة البركة أو الحبة السوداء. دي كنز من الكنوز القديمة في الطب النبوي والطب العربي، كانوا بيقولوا إنها شفاء للعليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء من كل داء إلا السام، وربطوا السام اللي هو الموت. الأبحاث دلوقتي بتشير برضو إن زيت حبة البركة ممكن يحسن نسبة الدهون في الدم بشكل ملحوظ، وبيقلل ال LDL والدهون الثلاثية ويرفع نسبة ال HDL نسبيا. غير كده هو مضاد أكسدة قوي بيحمي الشرايين من الالتهاب. الحلبة، بذور الحلبة كانت بتوصف زمان لتحسين الهضم وإضرار اللبن زمان. دلوقتي معروف إنها بتقلل امتصاص الكوليسترول من الأمعاء. ده هو مشوارنا النهاردة، لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان. كمان في مواد بتشجع الكبد إن هو يستخدم الكوليسترول في إنتاج الصفراء، فبتنزل مستوياته في الدم. ودي جملة جميلة جدا، إن إحنا إزاي نعدل الكوليسترول ونروضه. ترويض مهم. الكركم أصلا من الطب الهندي والصيني، بس متوفر عندنا في مادة الكركمين اللي أثبتت الدراسات الحديثة إن هي بتحسن صحة القلب وبتخفض معاه ال LDL، وكمان مضادة للالتهاب. رش عليها رشة فلفل بسيطة لو انت هتستخدمها عشان تحسن الامتصاص اللي احنا بنتكلم عنه. في اعشاب تانية زي الهندباء البرية اللي هي عشبة مرة بتنظف الكبد وبتساعد ان هو يشتغل افضل. دلوقتي عارفينها ان هي بتقلل انزيمات الكبد وبتحسن التمثيل الغذائي للدهون. انصحك بالعرقسوس لو ما فيش ضغط عالي، لانه كان بيستخدم في أمر الإفادة للكبد وأمر دهون الكبد، ولكن لو في ضغط ابعد من العرقسوس وخد شوك الجمل اللي فيه مادة السيلامينين. والمادة دي قوية جدا، إن هي بتشتغل على تجفيف الدهون وفي نفس الوقت بتقلل معدلات الكوليسترول. طيب زمان كانوا بيعتمدوا على
فواكه معينة برضو، في فواكه حمراء زي فاكهة الزعرور. أيضا أرز الخميرة الحمراء ده اختراع صيني مشهور، عبارة عن رز متخمر بفطر معين بيطلع منه مادة اسمها الميناكولين، شبيهة كده بالسيستين الطبيعي. السيستين اللي هو موجود في المادة الخاصة بالورق اللي موجود في البصل، دي بتخفض ال LDL بشكل ملموس جدا. حاليا موجود في مكملات غذائية طبيعية للكوليسترول. الشاي الأخضر جميل، الجنزبيل والقرفة حلوين جدا عشان نسخن الدنيا. الزعتر البري مهم جدا للتجفيف بشكل عام، في مصطلحات الطب قديما كان بيستخدم للتجفيف. الحجامة حاجة جميلة جدا، بتقلل معدلات الكوليسترول ومعمولة أبحاث علمية كتير على هذا الأمر. الاسترخاء وخفض التوتر، ممكن تستغرب إيه دخل ده بالكوليسترول؟ ده عايز أقولك إن هو التوتر بيرهق الكبد والطحال معايا وبيعطل الهضم، والتوتر المزمن ممكن يرفع معايا الكوليسترول. بسبب ايه؟ بسبب هرمونات الإجهاد. فجرب تمارين الاسترخاء وتمارين التأمل ونام نوم كفاية بالليل، هتلاقي الدنيا كلها مشيت بشكل موزون. والكوليسترول محتاج ميزان، محتاج تحافظ على معادلاته، محتاج اللي انت توازن بين عوامل كتيرة وتغير نمط حياتك. اتمنى الفيديو كان مفيد جدا وفي معلومات تفيد الجميع. ما تنساش لايك واشتراك وشير لهذا الفيديو لكل حد مهتم بمعلومة عن الكوليسترول، لأنه ده من دواء من أمراض العصر، فإحنا محتاجين أن نتعرف عليه بشكل كويس وبشكل مبسط جدا.